السلام عليكم. النهارده هنعرفك ازاي تعرض على دبزل او اوليكس مصر اللي هو كان اسمه في الاول كده. لو دخلت على المتجر بتاع التطبيقات وكتبت دبزل او اوليكس ايجيبت او اوليكس مصر عامه ايا كان، هتلاقي التطبيق اللي قدامك ده زي ما انت شايفه كده. طيب التطبيق ده المفروض انا بعرض عليه ازاي؟ التطبيق ده اسهل من الماركت بليس والجروبات واسهل من اي مكان انت ممكن تعرض عليه منتجات. تمام. بنفتح التطبيق، بيطلب منك رقم موبايلك او الجيميل اللي على تليفونك ايا كان، بتسجل الدخول بيجي لك الواجهه دي. تمام، بتكتب الاسم بتاعك وكل حاجه، وبعد كده بيجي لك الواجهه دي. الواجهه دي زي ما انت شايف كده، فيها كل حاجه زي الماركت بليس، موبايلات، عقارات بقى، وظائف، ديكورات منزل، الحاجات اللي انت شايفها. طبعا احنا مش هنقلب فيه، احنا واخدينه كشغل فهنخش نعرض عليه على طول. تحت خالص كده هتلاقي الصفحة الرئيسية، المحادثات، هتيجي تدوس على المحادثات، مفيش مثلا انت لسه بادئ فيه. كلمة بيع ديت المفروض انت هتحدد انت هتعرض ايه. مثلا لو موبايل هيبقى في مجال الموبايلات، هيجي لك الاختيارات دي، بتدوس موبايلات. تمام، هنعمل اعلان قدامكم كده بسهولة على طول علشان الناس تعرف بيتعرض ازاي الاعلان عليه. بنرجع ونجيب القناة بتاعتنا مثلا وهنختار اي موبايل زي اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل حفظ الصور في المعرض، وبعدين كلمة نسخ علشان ناخد النسخ، الوصف اللي قدامنا بتاع الموبايل. وبعد كده بنرجع على التطبيق بتاعنا اللي هو الاوليكس، وبندوس اضافة صور، اختيار من المعرض، بيقول لك سماح للتطبيق ان هو يشوف المعرض. تمام. بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا بنحدد زي ما انت شايف كده صور الموبايل اللي احنا هنعرضه. بعد ما حددت صور الموبايل بدوس اضافه اللي هي تحت خالص، بيحمل الصور معايا، باجي ادوس على اختيار الماركه. ممكن نطلع لفوق خالص وندوس ماركه اخرى في اي موبايل عامه عادي. موديل الموبايل، موديل اخر مثلا ممكن نحدده. اختيار سعة الرامة على حسب الحاجة اللي بنعرضها، مثلا ممكن ندوس أقل من واحد أو ممكن ندوس واحد أيا كان يعني. سعة التخزين أقل من 8 جيجا، سعة البطارية 1000. تمام. نوع الإعلان بيقول لك معروض للشراء ولا معروض للبيع، فطبعا احنا معروض للبيع. الضمان موجود ولا مش موجود؟ موجود، لأن في ضمان على المنتج ده سنة من شركة رايا. الحالة جديد ولا مستعمل؟ طبعا دايما بنحدد كلمة جديد لأن احنا مش بنبيع حاجة مستعملة. بعد كده بندوس على كلمة التالي اللي هي تحت خالص دي على الشمال، بيقول لك ادخل الوصف والاعلان والموقع. طيب هنجيب الوصف اول حاجه بيظهر لنا كده، او هندوس دوسه طويله ونعمل كلمه لصق. كده احنا حطينا ايه؟ الوصف اللي احنا خدناه بتاع المنتج. بنيجي عند الحته الفاضيه دي ونمسح السعر بتاعنا، ونمسح كلمه زود مكسبك وزود التوصيل. وبعد كده بنيجي على اسم الموبايل مثلا، بنكتب اسم الموبايل، هاتف، ايتل. ماشي، هناخد الحتة دي نسخ، ونيجي عند زي ما انتوا شايفين اللي انا بعمله كده. تمام. توصيل، هزود كلمة توصيل، جميع المحافظات مجانا وببلاش. دي كلمة تلفت انتباه الناس اللي بتشوف الإعلان. هو طبعا التوصيل مش هيبقى مجانا، انت بتعرض المنتج بالسعر اللي انت هتحدده. انت مثلا سعره 750 جملته عليك، فانت عايز تحط 50 جنيه مكسب. فلما العميل يجي يسألك بتقول له سعره 850 والتوصيل ببلاش، بحيث ان انت يبقى ضفت ال 50 جنيه التوصيل بتوع المنتج. وطبعا حطيت الوصف كامل اهو. تمام، بضمان محلي. هنيجي بقى على اختيار الموقع. الموقع ده اللي هو البلد اللي انت عايز تعرض فيها المنتج ده. خلينا ندوس مثلا اسكندرية، مثلا في منتصف اسكندرية شوية، خلينا وليكن في مكان زي المنتزه مثلا. طريقة الدفع طبعا كاش. السعر انت ممكن تكتب 850 او ممكن تكتب صفر عادي لو انت عايز تكتب صفر ولما العميل يسألك، او ممكن تكتب كلمة 100. تمام. العميل بيسألك بتقول له السعر بتاعك، اسم الاسم بتاعك اللي انت اخترته في البداية. تمام، ممكن تكتب الاسم بتاعك او تكتب اي اسم انت عايز تكتبه. طبعا كل واحد بيعرض باسلوبه، وليه اسم معين، وفي ناس عامله صفحات متاجر الكترونيه ايا كان انت عامل ايه. فدي حاجه بالنسبه للواحد اللي شغال هو اللي بيختارها. تمام.
طيب لو انا جيت عند السعر هنا هتلاقي برضو في 3 حاجات، في السعر وقابل للتبديل ومجانا. لو انا دوست مجانا السعر هنا اتشال خلاص، مش هكتب سعر، فخلينا نخليها مجانا دايما علشان الاعلان بتاعك يظهر في البدايات لما حد يجي يقلب فيه. تمام. اخر حاجة بقى هي طريقة التواصل. انت عايز العميل يتواصل معاك من خلال رقم موبايلك اللي تحت ده اللي انت كاتبه، ولا عايزه يتواصل معاك على الاتنين، يعني محادثات على الابليكيشن ده ويتصل بيك برضه، ولا على محادثة بس؟ اغلب البنات اللي بتشتغل طبعا مش عايزة حد يتصل بيها، اغلب برضه الشباب في ناس مش عايزة تواصل غير على الرسائل، فخلينا نخليها محادثة دبزل وبلاش نختار الهاتف او الاتنين مع بعض. خلينا ايه كده، احنا اخترنا محادثات. طيب المفروض انا اعمل ايه كده؟ خلاص انا كده بيقول لي انشر الان، اللي هي تحت خالص على الشمال دي، فبدوس عليها انشر الان. هيقول لك جاري النشر، الاعلان هيتراجع زي الماركت بليس برضو على الفيس والكلام ده كله في خلال دقيقة او 2 او اقل من كده، والاعلان هيقول لك تم نشر الاعلان على دبزل. طيب هل انا بفضل انشر اعلانات كتيرة على التطبيق ده؟ لا، للاسف التطبيق ده فيه ليك ليميت معين، لو تخطيته بيقول لك بتدفع فلوس او بتعمل باقة اسبوعية علشان تقدر تنشر الاعلان. يعني لو قال لك خطأ اثناء نشر اعمل اعادة المحاولة، تمام، لحد ما يوافق على الاعلان. في ناس مش هيظهر عندها الكلام ده كله. طبعا انا خلاص قلت لك الاعلان بيتعمل ازاي. هتيجي للاخر هنا اعلاناتي، هتلاقي اعلاناتك هنا اللي هي الصفحه الرئيسيه، بتيجي تبص عليها تحت خالص بتلاقي اعلاناتي. لو دوست عليها دي الاعلانات اللي انت المفروض عرضتها. طبعا كل فئه لما تيجي تدوس بيع بتلاقي كل فئة موجودة، يعني كلمة بيع هنا كل فئة ليك فيها حوالي إعلان أو 2 أو 3، ده اللي هو بيبقى مجاني. يعني لو جيت أعرض مثلا أجهزة إلكترونية في مجال مثلا الأجهزة المنزلية، هتختار برضو الفئة بتاعتك، ممكن تقول أجهزة منزلية أخرى، وتبدأ تعرض الإعلان بتاعك سواء خلاط أو كبة، أي حاجة موجودة أنت عايز تعرضها. لما هتعرض الحاجة دي في الفئة بتاعة الأجهزة الإلكترونية، هيقول لك أنت كده خلاص الفئة دي بالنسبة لك إعلان أو 2 أو 3 خلاص، لازم تعرض في فئة تانية زي الموبايلات. طيب خلصت دي وخلصت دي، الموضة والجمال ممكن أخش أعرض فيها ملابس حريمي أو ملابس رجالي. لما تعرض اعلان او 2 او 3 هيقول لك الفئة دي خلاص بتخش على فئة جديدة، ولازم تكون الفئة دي للحاجة اللي انت بتعرضها. يعني ما ينفعش اعرض موبايل في الفئة اللي هي هوايات او مستلزمات اطفال، طبعا ما ينفعش، الاعلان نفسه هيترفض. فلازم تيجي تتابع اعلاناتك اللي هي في تحت خالص اعلاناتي دي، لازم تتابعها تشوف الاعلان اللي توافق عليه والاعلان اللي اترفض وهكذا. فده تطبيق طبعا احنا بنوضحه للناس اللي ما تعرفوش علشان تبدأ تشتغل عليه، والارزاق بيد الله طبعا، وبالتوفيق للناس كلها. السلام عليكم.